هنا في الزمالك وبالتحديد في شارع ام كلثوم عاشت الجميله اللي كلنا حبيناها واتربينا في طفولتنا على الفوازير بتاعتها، الجميله شريهان. طبعا جيل الثمانينات عارفين الكلام ده كويس. قالك ايه؟ قالك قالك حللت بللت شفنا مصر. الجميله شريهان من مواليد 1964 في القاهره لعيله مرموقه. والدها احمد عبد الفتاح الشلقاني محامي وواحد من اكبر دكاتره القانون المصري. والدتها هي عواطف محمود هاشم سيده اعمال وعارضه ازياء. اخوها من الام هو الموسيقار الكبير عمر خورشيد. وشريهان بتعتبر واحده من رواد الفن الاستعراضي في مصر، ودرست الحقوق وانهت دراستها وهي 18 سنه من الجامعه علشان تساعد والدها في اداره اعماله. لكن حبها للفن خلاها تهتم بالفن الاستعراضي والتمثيل، واخدت دروس خاصه للرقص التعبيري والباليه في باريس. واكتشفها الفنان عبد الحليم حافظ من خلال اخوها عمر خورشيد، وكان اول اعمالها في فيلم ربع دستة اشرار سنه 1978.